7 جمل غلط عن الكوتشنج لو بتقولهم فانت حقيقي منع نفسك من تجربة رائعة ممكن تغير حياتك. الجملة رقم 1: هو أنا هدفع فلوس لحد عشان يقعد يسمعني؟ لا يا عم، أنا عندي اللي يسمعني ببلاش. بشكل ما معاك حق في الجملة دي. أنت فعلا مش المفروض تروح لحد تدفع له فلوس عشان بس يسمعك. الكوتش مش مهمته إنه هو بس يسمعك، الكوتش مهمته أو بيؤمن بإن حضرتك أو حضرتك عندكم القدرة على حل مشاكلكم بنفسكم أو تجاوز التحديات بتاعتكم بنفسكم، بس بتحتاج إنك تشوف شوية بلايند سبوتس أو نقط عمياء في العادي أنت مش بتبقى شايفها وأنت بتفكر لوحدك. فالكوتش بيسمعك عشان يستكشف معاك أو يساعدك إن أنت نفسك تشوف النقط دي فتقدر تحل مشاكلك أو تواجه تحدياتك بنفسك. الجملة رقم 2: اكيد انا مش هروح لحد سنه صغير ما يفهمش حاجه في الدنيا ولا اتجوز مثلا قبل كده ولا جرب العلاقات قبل كده عشان يفيدني انا في العلاقات. زي ما اتكلمنا ان فكره الكوتشنج هو انه حد معاه ادوات بتساعد حضرتك او حضرتك انك تتغلب على التحديات بتاعتك بنفسك، وبالتالي سنه هنا على قد ما هو معيار ممكن يفرق، لكن هو مش المعيار الاساسي. قد مثلا ما الشهادات بتاعته، قد ما الخبرات بتاعته في الكوتشنج، قد ما ان هو الى اي مدى بيساعدك تستكشف عن نفسك وتفهم اكتر ازاي ممكن تساعد نفسك بنفسك. فلو هو عنده خبرات حياتية كبيرة او سنه كان كبير ممكن فعلا ده يكون بونص بالنسبة له، لكن هو مش المعيار الاساسي. فخد بالك كويس جدا ان السن مش اساسي. الجملة رقم 3: العكس بقى، عكس جملة رقم 2: بص يا كوتش، انا جاي لك عشان تنقذني، انا جاي لك عشان تنصحني، انا جاي لك عشان تقول لي اعمل ايه. مش انت بقى راجل كوتش وبتفهم فانت اكيد عندك حل مشكلتي. في الحقيقة دي جملة هي مش بس مش هتساعد الكوتش، هي كمان مش هتساعدك انت شخصيا انك تتغلب على حاجة، لان هتفضل طول الوقت معتمد على الكوتش. زي ما اتفقنا ان الكوتش مهمته انه يساعدك انت بنفسك تكتشف مشكلتك انت وتكتشف طريقة حلها اللي تناسبك انت. فاكشولي لو انت رحت الكوتش ولقيته بينصحك او بيوجهك او بيقولك على ده صح وده غلط، اهرب، اهرب فورا. ما ينفعش الكوتش ينصحك او يوجهك، الكوتش مش هيحل مشاكلك، الكوتش هيساعدك تحل مشاكلك. الجملة رقم 4: أنا أصلا ما عنديش مشاكل عشان أروح لكوتش. مين قال لحضرتك إن أنت محتاج يكون عندك مشكلة عشان تروح لكوتش؟ يمكن الأغلب فعلا بيروحوا للكوتشز لما بيكون عندهم بين أو ألم معين أو حاجة مش قادرين يتجاوزوها أو مشكلة بيفكروا فيها ومش عارفين يوصلوا لها الحل. لكن كمان على الناحية التانية الكوتش بيساعد حضرتك إنك توصل لأهدافك. يعني مش بالضرورة إن أنت تكون جاي للكوتش عشان يعني بقى بتعاني وخلاص وحياتك واقفة، قد ما إنه ممكن تكون حياتك مستقرة ولطيفة جدا لكن عندك أهداف عايز توصل لها، شايف إن هو ممكن يساعدك إنك توصل لها بشكل أفضل أو بشكل أسرع أو بشكل أكثر جودة. فالكوتش زي ما بيساعد الناس إنها تتخلص او تتغلب على تحدياتها او البين اللي عندها، هو بيساعد كمان الناس اللي عايزه توصل لجينز او لمكاسب اعلى في حياتها. الجمله رقم 5: انت عايز تقنعني ان يعني الساعه ولا الساعه ونص هم دول بقى اللي هيحلوا لي كل مشاكلي اللي انا كنت جاي بيها؟ تاني انت معاك حق. اكشلي الساعه والساعه ونص مش هيحلوا لك كل مشاكلك، هم اصلا مش المفروض ان هم يحلوا مشاكلك. الساعه والساعه ونص او الجلسه بتاعه الكوتشنج بيكون الهدف الاساسي منها هو حاجتين: تعرف انت فين دلوقتي وعايز توصل لفين. انت جاي بكيس او بحاله معينه، بستيت معينه او بتحدي معين، فانت دلوقتي واقف فيها، هنفترض ان دي النقطه الف مثلا، وعايز توصل من التحدي ده للنقطه ب. ما بين ألف وب ده بيبقى شغل الكوتشنج معاك، بس أوقات كتير أصلا أنت بتبقى جاي مش متأكد إن ألف دي هي اللي عندك فيها مشكلة وإن ب ده هو فعلا اللي أنت عايز توصل له. فهدف الجلسة في الساعة أو الساعة ونص إنكم تتأكدوا مع بعض إن ده اللي أنت فيه وده اللي عايز توصل له، وإن ده التراك اللي هينفع يحل مشكلتك أو التراك اللي أنت هتحب تمشي فيه. الجملة رقم 6: أعرف قبل كده حد من أصحابي راح لكوتش أو راح لثيرابيست وما جابش معاه نتيجة، فأنا مش هروح لكوتش ولا ثيرابيست. لو ركزت في الجملة اللي حضرتك بتقولها دلوقتي دي هتلاقي كذا متغير. أول حاجة، أنت كده بتتكلم عن حد تاني مش أنت. تاني حاجة، إنك بتتكلم عن كوتش أو ثيرابيست هو راح له، فده متغير كمان. مين قال إن أنت لازم تروح لنفس الشخص؟ رقم 3: مين قال أصلا إن أنت في جلسة الكوتشنج دي هتطلع بقى حياتك مختلفة وإن يلا يا جماعة أنا هدغدغ العالم دلوقتي؟ بالعكس، أنت هتطلع عندك فكرة أفضل عن نفسك، لكن الموضوع هيبقى متوقف على أنت هتشتغل على ده إزاي. فهل انت عندك كل المعلومات اللي حصلت في التجربة بتاعت زميلك او بتاعت زميلتك عشان تقدر تقول ان هو ده بالظبط اللي هيحصل معاك؟ الجملة رقم 7: انا مش محتاج كوتش، بس انا مؤمن جدا باهمية الكوتشنج وعايز اخويا او والدي او والدتي يروح لحضرتك ككوتش. بنقابل الموضوع ده كتير، وبتبقى المشكلة هنا فعليا ان الكوتشنج يا جماعة ما ينفعش يكون حد جاي غصب عنه، ما ينفعش يكون حد جاي غير لو هو بنفسه او هي بنفسها
حاسين ان احنا اللي محتاجين مساعده. وفي اغلب الاوقات كمان خليني اغششكم ان اللي بيقول الجمله دي بتاعت ان انا عايز والدي او والدتي يروح لكوتش، بيبقى المشكله عنده هو اصلا، ان هو اللي مش عارف يتعامل مع تصرفات والده او والدته، او مش عارف يتعامل مع تصرفات اخوه. هو خايف عليه ونفسه فعلا يساعده، بس احنا مش بينفع نساعد حد هو مش عايز يساعد نفسه. فلو مش الشخص نفسه هو اللي طالب ان هو يجي ياخد الكوتشنج، رجاء ما تودوش غصب عنه. في نهاية الفيديو أنا كده لخصت لك 7 من أكتر الجمل اللي بسمعها من الناس اللي منع نفسها إنها تاخد كوتشنج، بس ده ما يمنعش إن في جمل أكتر بكتير. فلو في جملة بتدور في دماغك منعاك إنك تروح لكوتش وإحنا ما قلناش في الفيديو ده، اكتبها لنا في الكومنتس.